النهارده هنعمل الليفت المخلل بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، واقول لك ازاي كمان بعد يومين بالظبط تاكليه وتخزنيه ازاي. يا نهار ابيض على الجمال وعلى الحلاوه. قبل ما نبدا، لو اول مره بتشوفوني، الاشتراك في القناه ولايك لو الفيديو عجبكم. شايفين اللون يا جماعه؟ والقرمشه بقى مش قادره اقول لك، هيفضل مقرمش معاكي لغايه اخر واحد. وهو على فكره الشفشقين دول عايزه اقول لكم ما شاء الله لمده 3 4 ايام بس وهتلاقيه خلصان. انا عارفه انا بقول لكم ايه. اول حاجه يا جماعه، انا معايا 2 كيلو من اللفت. مش شرط ان هو يكون صغير ومش شرط ان هو يكون كبير، اهم حاجه ما يكونش شيخ. تمام كده. تجيبيه كده من ست فلاحه كده عشان ما يبقاش شيخ ولا حاجه. وتحاولي ان انت ما تجيبيش الجامده، تجيبي اللي هي ايه، الطريه شويه الخفيفه بمعنى اصح. تمام كده. هبدا ان انا اقشره واشيل بقى اي شعيرات كده فيه، واشيل بقى بصراحه الحته اللي هي الخضره دي انا مش بحطها، بس طبعا هي ممكن بتكون بتتاكل، يعني لو عايزه تحطيها حطيها مفيش اي مشكله خالص. هنضف كل الكميه اللي معايا بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزه اقول لكم ان انا جايبه صغير وجايبه كبير، مش شرط ان انا اجيب كبير او صغير، المهم ان تكون مش شيخه وتكون حلوه يا جماعه. تمام كده. هو ما شاء الله اصلا اليومين دول هم اساس اللفت. تمام كده. طبعا دي الحته الخضراء اللي انا بقولك عليها، عايزه تسيبيها براحتك خالص سيبيها، مش عايزه تسيبيها مفيش اي مشكله خالص. انا كده خلصت يا جماعه اللفت بتاعي بالظبط. تمام كده. هجيب بقى عندك سكينه مشرشره بتاعه المخلل، مفيش اي مشكله اشتغلي بيها. ما عندكيش السكينه العاديه، يعني ما توقفيش نفسك على حاجه. تمام كده. هجيب بقى السكينه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده اهوت، واسمي الله وبالراحه خالص. بس انا مش هعمله صوابع كبيره، انا هعمله حتت صغيره كده مكعبات على قد القطمه بالظبط. تمام كده. بصراحه انا كنت ناسيه اصلا، انا بعشق اللفت المخلل فكنت ناسيه. من قصدي يا جماعه، انا كنت كمان عامله المخلل المشكل وكنت عامله الليمون المعصفر، بصراحه كان حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم اصلا البرطمانات بتاعه المخلل اللي هو المشكل ده ما كملش تقريبا معايا ما بين 10 15 يوم، لان انا جوزي من عشاق المخلل، مع كل وجبه لازم طبق المخلل. تمام كده. فقلت بقى النهارده ايه، اعمل اللفت كده. انا عايزه اقول لكم بجد ان فعلا بعد يومين بالظبط هتاكلي منه، مش قادره اقول لكم على الجمال وعلى الحلاوه. خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده اهو. طبق بقى كبير كده بلاستيك بقى ستانلس المتوفر عندك، وهفضي كل اللفت اللي انا مقطعاه ده فيه. واهم حاجه الملح، ماشي تلفيه بالملح. يعني ايه تلفيه بالملح؟ 3 معالق كبار من الملح، واقوم ضيفاهم كده اهوت، واقوم مقلبه كويس جدا جدا. وبعد كده اسيبه بس مركون ساعتين، ساعتين مش اكتر من كده. تمام كده. خلاص كده. اجيب بقى، انا كان معايا بنجرايه كده متوسطه، هقوم مقشراها، لان بصوا يا جماعه هي كانت ايه شكلها يعني كده، يعني فاهمين قصدي. فقمت مقشراها كده اهوت بالسكينه كويس جدا. وهجيب برده نفس السكينه اللي انا كنت شغاله بيها واقطعها نفس التقطيعه بتاعه اللفت زي ما انتم شايفين كده اهوت. تمام كده. كده بتسهل معاكي كمان ان اللون بتاعها ينزل بسرعه جدا. خلاص كده. انا طبعا محضره الشفاشق بتاعتي، البرطمانات، معلش يا جماعه البرطمانات انا غسلاها ومنشفاها ومعقماها كويس جدا. تمام. محضره كمان شفشق ميه، ماشي بميه عادي لترين مثلا من الميه ولا حاجه من الحنفيه عادي خالص. اجيب بقى الشفاشق بتاعتي واحط كام واحده كده من تحت في البرطمان. تمام كده. وابدا ان انا احط اللفت بتاعي، وفي النص برده احط كام واحده، وعلى الوش خالص احط كام واحده، بحيث ان اللون يبقى ايه، يوصل لكل اللفت معايا من تحت ومن فوق ومن النص وبكل حاجه. تمام كده. وطبعا انت مثلا بعد كام ساعه كده هتقلبيه الناحيه التانيه ولا حاجه على الغطا، ماشي، عشان اللون كله يبقى متوحد زي ما انتوا شايفين كده اهوت بكل سهوله وكل حركاته. بصوا الجمال ما شاء الله. اجيب بقى كده اهوت على طول الشفشه بتاع الميه بتاعي اللي فيه اللترين من الميه، احط فيه 3 معالق كبار كده اهوت من الملح ونص معلقه سكر. السكر يا جماعه ما بيديش طعم ولا حاجه، ده الماده الحافظه بس بتاعه المخلل بتاعك. تمام كده. عايزه اقول لكم ان كمان بيخلي القطمه بتاعتك مقرمشه لاخر، يعني لاخر واحده مثلا في البرطمان ولا حاجه. هقلب كويس جدا وادوب كده اهوت من غير خل ومن غير اي حاجه يا جماعه، لان الخل بيخليه يمير. تمام. وانتي وراحتك لو عايزه تضيفيه. هحط كده اهوت على طول الميه بتاعتي ما شاء الله كده اهوت لغايه الاخر خالص زي ما انتوا شايفين للاخر خالص، واقفله بقى كده اهوت على طول بغطا محكم بتاعه، ماشي. وسبته يا جماعه لمده يومين بالظبط. بجد هفتحه معاكم دلوقتي بعد يومين بالظبط، بعد ما قلبته زي ما انتوا شايفين كده اهوت ما شاء الله البنجر اصلا تحس ان هو بدا ان هو يشتغل. يومين بالظبط وفتحت عليه لقيته بالعظمه دي. بصوا يا جماعه الجمال، الله اكبر، لون وشكل، وشايفين اصلا الميه عامله ازاي. بصراحه يفتح النفس، بيفكرني كده بايام رمضان. طبعا اللفت والمخللات الحمراء والحاجات دي بتبقى موجوده بس صراحه في رمضان اغلبيه الايام يعني، ماشي. لكن في الايام العاديه دي قليل قوي ان انت تلاقي حد بيبيعها كده في الشارع. بس يا جماعه كده ايه رايكم في اللفت؟ لا بجد لازم تجربيه بالطريقه دي، ان شاء الله هيعجبك جدا جدا. واتمنى من كل قلبي ان يكون الفيديو سهل وخفيف كده عليكم، عشان لو عجبكم ان شاء الله تشتركوا معايا في القناه، ولايك لو الفيديو عجبكم. بس كده.